في سفاح خطير اسمه سفاح التجمع، قتل ضحايا كتير جدا. اخر حاجه وصلنا لها ان هو دخل الكومباوند بتاعكم هنا علشان يستخبى فيه. التلفزيون كله عن سفاح التجمع، كل القنوات مالهاش سيره الا سفاح التجمع. هي ناقصه عرف وقال التلفزيون اهو. الحق يا بابا، الحق يا مام، فيالا يا عبقريين، سفاح التجمع اللي بيقتل الناس هرب وجاي عشان يستخبى عندنا هنا في الكومباوند. ايه؟ يا نهار اسود، اهو ده بقى اللي كنت خايف منه. ادخلي يا وليه بسرعه، اي حاجه مفتحه في البيت قفليها، اوعي تسيب اي حاجه مفتوحه في البيت. حاضر يا حاج، حاضر. ايه ده؟ فايق جوه، ايه الصوت ده؟ اثبت مكانك، ما تتحركش والا هضرب عليك نار. والله ما عملت حاجه، مش انا اللي موته، السفاح هو اللي خلص عليه. انا بريء والله ما عملت حاجه. والله ما عملت حاجه، ما قتلتوش، السفاح هو اللي قتله. يلا يا عبقرينو، سفاح يلا يا عبقرينو، اصحى يلا، السفاح هو. ايه ده؟ ماما، انت ايه اللي مخليك سايب اوضتك ونايم بره على الكنبه يلا يا عبقرينو؟ ايه ده؟ يعني انا كنت نايم كل ده وكل ده كان حلم؟ لا تخاف ولكن احذر. يلا يا عبقرينو، انت مين؟ وعاوز ايه؟ ودخلت هنا ازاي؟ يا نهار اسود، سفاح التجمع. ايوه، انا سفاح التجمع. انا صاحي ولا انا بحلم ولا ايه؟ اكيد انا لسه نايم وبحلم. بتحلم ايه يا ابني الموقوس؟ انا لسه مصحيك من النوم اهو. مين ده يالا؟ وعاوز مننا ايه؟ انت سفاح التجمع يا مام. سفاح؟ يا نهار اسود، وانت عارفه منين يالا يا عبقريين؟ يا ماما هو ما يعرفوش، بس دي مصر كلها عارفاه. القضيه بتاعته بقت تلين، يعني هو ساب مصر كلها وجاي لنا. انت عاوز مننا ايه يا عم انت؟ عايز اضمك للضحايا بتوعي واعذبك وبعدين اخلص عليك. طب انت بتستفاد ايه لما بتعمل كده؟ مش كده حرام عليك؟ لا مش حرام عليا، انا بحب اذي الستات واعذبهم واخلص عليهم. طب وماما مالها؟ ماما عملت فيك ايه عشان تقساها؟ ما عملتش فيا حاجة، وكل الامهات اللي انا قتلتها ما عملوش فيا حاجة، بس انا اللي كنت عاوز اقتلهم وانتقم منهم زي ما هعمل كده مع امك. بس انا مش هسمح لك تعمل اي حاجه في ماما ولا تقسيها. انا ما بقتلش اطفال ولا رجالة، بس لو وقفت قدامي هيبقى انت اللي جبته لنفسك، وهخلص عليك وهاخد امك برضو وانا ماشي واعذبها واخلص عليها. طب انا موافق، خدني انا، اعمل فيها اللي انت عاوزه بس سيب ماما. قلت لك مش بقتل اطفال ولا رجالة، يعني انا مش عاوزة، ويلا امشي قدامي يا وليد. الحقونا يا بابا، يا مجد يا خير، الحقونا بسرعه. انت اللي جبته لنفسك. اجري يا عبقرين يا بابا، الحقني. تعاليلي، امشي قدامي. ولا يا عبقريين، كفايه يلا يا عبقريين، بتصوت ليه؟ عبقرين، انت هتعمل فيها يا راجل يا مجنون انت؟ يلا بينا نبدأ أول مرحلة في التعذيب. ايوه يا دكتور، ايه الاخبار؟
دكتور على حاله عبقرين اخويا. ما تقلقوش يا جماعه، عقلنا كويس ومفيش فيه حاجه، نضفت له الجرح وغيرت له عليه. متشكرين والله يا دكتور، انا مش عارف اشكرك ازاي. لا شكر على واجب، سلام عليكم. انا هموت واعرف مين اللي عمل كده في الواد عبقرين. فعلا يا بابا الموضوع غريب قوي. الاغرب من كده كمان ان ماما مش موجوده في البيت في وقت متاخر زي ده. هي استاذنت منك النهارده ان هي رايحه في حته؟ ولا استأذنت مني ولا حاجه، ده هيبقى يوم اسود النهارده بس لما تيجي بس. ايه ده بس يا بابا، اكيد في سر في الموضوع، والسر ده اللي عارفه عبقرين، فاحنا نستنى لما عبقرين يفوق ونفهم منه كل حاجه. يا دماغي. اهو يا بابا عبقرين اخويا فاق اهو. بابا مكت اخويا، لحقتوا ماما وانقذتوها ولا لا؟ لحقناها منين يا لا عبقرين؟ وانقذناها من مين؟ من السفاح يا بابا. سفاح؟ سفاح ايه ده يا عبقرين اللي انت بتتكلم عليه؟ سفاح التجمع يا مكت يا اخويا، خطف ماما. يا فرج الله، الحمد لله، الف حمد وشكر لك يا رب. قصدي يعني ازاي ده حصل؟ سفاح التجمع حكم على البيت بتاعنا هنا ودخل خطف ماما وخدها قدام عيني ومسك. طب وانت ايه اللي عمل فيك كده يا عبقرين؟ هو سفاح التجمع اللي عمل كده يا مكت يا اخويا. اول ما انا بزعق وبصوت وبنده لكم عشان تلحقونا، قام جاي خبطنا على دماغي وخد ماما ومسك. طب والحل ايه دلوقتي؟ هنعمل ايه؟ الكلام اللي الولد عبقرين قاله ده خطير جدا، احنا لازم نلحق ماما قبل ما يحصل لها اي حاجه. ايوه يا مكت يا اخويا، الله كان تاسي الليل قوي وقال ان هو هيفضل يحاسب في ماما وبعدين هيخلص عليها. طب احنا هنعرف مكانه منين؟ والله هنعرف هو مخبي امكم فين. لازم نجمع اكبر قدر من المعلومات عن سفاح التجمع ده في اسرع وقت، ودي لعبتي انا، سيبوها لي. بس استنوا بس. يلا يا اخواتي يا حبايب قلبي، عاوز كل اللي مش مشترك في القناه عندنا ينزل دلوقتي يشترك في القناه وكمان يفعل زر الجرس علشان يوصل له كل الفيديوهات الجديده. ومش بس كده، تقدروا تعبنا وتعملوا لايك للفيديو ده ونوصلوا لحد 100,000 لايك، وتقولوا لي عاوزين الفيديو الجاي الدميه تشاكي والجده جيراني ولا عاوزين فيديو الغوريلا والباندا. يلا مستنيين ايه؟ لايك للفيديو، اشتراك في القناه، فعلوا زر الجرس. بحبكم، يلا بينا نكمل الفيديو. حرام عليك، انت هتعمل فيها ايه تاني؟ خلص عليها وخلصني من العذاب اللي انت بتعمله فيها ده. اخلص عليك ايه بس؟ هو انا لسه عملت فيك حاجة؟ هو انت لسه هتعمل فيها ايه تاني بعد الضرب ده كله؟ دلوقتي جا دور التقطيع. تقطيع؟ تقطيع انت هتقطع ايه؟ هقطع صوابع رجليكي، تعاليلي. يا ماكت يا اخويا، وصلت الايه، مفيش قدامنا وقت. اديني بس دقيقه يا عبقرين وهكون خلصت. ايوه وصلت الحاجه يعني ولا ايه؟ بس كده يا جماعه انا خلصت. طب قول لنا بقى يا ماكت يا اخويا، وصلت لايه؟ ولا احنا هنعمل ايه عشان ننقذ ماما من سفاح التجمع؟ انا جمعت اكبر قدر من المعلومات عن السفاح ده، وكل اللي عرفته عنه او المهم فيه ان هو مش بيقتل غير ستاته بس. ده ليه ده بقى؟ مكتوب هنا في قصه حياه السفاح ان امه ماتت من وهو صغير جدا، وابوه اتجوز وهو عاش مع مرات ابوه، ومرات ابوه كانت ست شريره جدا وكانت بتعذبه وتضربه. الموضوع ده سبب له عقده نفسيه كبيره جدا وخلته بيقتل اي ست يشوفها قدامه. فعلا يا مكت يا اخويا، السفاح لما كان بيخطف ماما وقلت له خدني انا مكانها وسيب ماما، قال لي انا مش عاوزك انت، انا مش بقتل ولا بحسب غير ستات بس. طب تمام، احنا برضه ما عرفناش مكان امكم فين ولا هنوصل لها ازاي؟ انا في دماغي خطه كده يا جماعه، بس مش عارف ممكن تنجح ولا لا. خطه ايه يا ماكت يا اخويا؟ بما ان السفاح مش بيقتل غير ستات بس، فهو ده الفخ اللي احنا هنستدرج بيه السفاح لحد ما نعرف مكان ماما ونعرف هو مخبيها فين ونروح ننقذها ونخلص منه بقى. طب واحنا هنجيب واحده ست منين بس يا ماكت يا اخويا علشان نصطاد بها السفاح؟ انا هقول لكم. ها جاهز يا ماكت يا اخويا؟ انت واثق يالا يا ماجد من اللي انت هتعمله ده؟ مفيش قدامنا حل تاني يا بابا، يا اما كده يا اما هنخسر ماما للابد. طب تفتكر السفاح هيسعى عشان يخطفك ولا لا؟ كل المعلومات اللي جمعناها وعرفناها عن السفاح بتقول ان هو مش بيقتل او يخطف غير ستات بس، يعني دي الطريقه الوحيده اللي هنقدر نعرف مكانه بيها، مفيش قدامنا اي طريقه تانية. ان شاء الله خطتنا تنجح يا ماكت يا اخويا، ونوصل للمكان اللي السفاح مخبي ماما فيه وننقذها. اهم حاجه يا جماعه ما تنسوش اللي احنا اتفقنا عليه، اول ما السفاح يظهر علشان يخطفني تفضلوا ماشيين وراه من غير ما هو يحس، عشان توصلوا للمكان اللي هو مخبي فيه ماما وتنقذونا قبل ما يكتشف ان انا راجل مش ست.
حاضر حاضر. ربنا معاك يا ماكت يا اخويا. السفاح سهل يا بابا. يلا بينا بسرعة يا بابا، السفاح خطف ماكت اخويا اهو. ماشي يا عبقرين، بس اوعى يحس بينا زي ما ماجد اخوك يا رجلي، يا صوابع رجلي، حرام عليك، يا رجلي. الله يخرب بيتك يا سفاح انت، من اللي انت جبتها معاك دي كمان؟ دي اللي هخلص عليها معاكي دلوقتي، وبعد ما اخلص عليكم هرمي جثثكم انتم الاتنين في النار تتحرق. الله يخرب بيتك، انت مش مكفي كل اللي انت عملته فيا ده؟ مش عاوز اسمع صوت، انا هروح اجيب البنزين عشان بعد ما اخلص عليكم اولع فيكم واحرقكم في النار. يا رب ماليش غيرك، يا رب انقذني من السفاح ده، يا رب معجزة من عندك. ايه ده؟ انت فوقتي؟ اجري اهربي من هنا بسرعة يا رب قبل ما السفاح يرجع تاني ويخلص عليكي. اهربي ايه بس يا ماما؟ انا مش واحدة، انا ماجد ابني. ماجد؟ وايه اللي عمل فيك كده يالا يا ماجد؟ هفهمك كل حاجة يا ماما، بس مش وقته دلوقتي، احنا لازم نهرب من هنا قبل ما السفاح يرجع تاني. طب تعالى يلا فكني بسرعة. حاضر حاضر. بقى بتضحك عليا انا؟ تعالالي.